الساعة داخلة على 2 بعد نص الليل. دكتور بيعمل عملية على مريض في ليلة مليانة برج ورعد ومطر. في لحظة واحدة كل حاجة اتغيرت. غرفة العمليات رقم 13، الأوضة اللي مرة واحدة ولعت من نفسها. الناس ساعتها لما دخلت تبص ما لقوش ولا الممرض ولا الدكتور ولا أي حد خالص. ما شافوش غير آثار دم بس مليانة على الحيطة، والأجهزة كلها مولعة وبايظة. من ساعة ما ده حصل جوه المستشفى ديت، الناس كانت بتقول اللي بيخش المستشفى دي محدش بيخرج منها أبدا. مسا عليكم، أهلا بكم في قصة جديدة. بس قبل ما أبدأ القصة، اللايك بتاعك بيساعد على انتشار الفيديو، واشترك في القناة وفعل زر الجرس كده واكتب كومنت حلو زيك كده. ويلا بينا على القصة. القصة بتاعتنا هتبدأ يوم عادي خالص. مصطفى ومحمود جايين له، يلا بقى نطلع ونخرج نقعد على القهوة شوية وكده. فوانا طالع كده لقيت ابويا موقفني بيقول لي: انت سمعت عن المستشفى اللي ولعت دي؟ قلت له: مستشفى تاني؟ قال لي: المستشفى اللي في اخر البلد. قلت له: مش دي المستشفى اللي اسمها مستشفى الرحمة؟ قال لي: اه. قال لي: المستشفى دي من كام يوم كده ولعت. قلت له: انا ما اعرفش الكلام ده. قال لي: بخلي بالك بس ما تروحش من هنا. قلت له: ماشي. واخد بعضي وجيت طلعت ساعتها بقى. قابلت مصطفى وقابلت محمود، اتحركنا رحنا قعدنا على كافيه كده. مفيش اي حاجه شغاله غير موضوع المستشفى اللي ابويا قال لي عليه ده. طب ازاي اصلا؟ يعني حصل امتى؟ المفروض يعني ان انا اكون عارف برضه، ده مستشفى مولعه يعني، ده ازاي؟ فالمهم انا كل اللي شاغلني الحوار بتاع المستشفى ده، يعني ولعت امتى وايه اللي حصل اصلا جواها. لما انا رحت ساعتها وفتحت الموضوع على مصطفى وعلى محمود، قالوا لي هم عارفين اصلا احنا كنا جايين نتكلم في الحوار ده النهارده. قلت لهم: طب يا جدعان، انتوا دلوقتي بتقولوا اللي بيخش المستشفى ده ما بيطلعش منها او بيشوف حاجات جوه ومش عارف ايه. انا جيت قال لهم: طب ايه رايكم يا جدعان نروح نشوف المستشفى دي بنفسنا؟ لقيتهم هما الاتنين بصوا لبعض كده وسكتوا شويه، ولقيتهم قالوا: ماشي، بس احنا مش عايزين نغيب جوه، مش عايزين نطول. قلت لهم: يا جدعان ماشي، بس يلا بينا نتحرك بينا على المستشفى دي. اتحركنا احنا التلاته وبقينا واقفين قدام المستشفى. مستشفى اللي الباب الحديد بتاعها ضخم بمعنى ضخم، واحنا حتى لسه بنجرب من الباب اتفتح لوحده، حتى صوته نفسه بيرعب. اتحركنا، اول ما دخلنا جوه ريحه تقيله جو جت على قلبنا. المكان تقيل خالص من جوه، ريحه تراب وريحه كمكمه، ريحه ادويه قديمه في كل حته. المستشفى مليانه تراب من جوه، مع ان المستشفى دي مقفوله من كام يوم. ازاي؟ تراب في كل حته وفيها بيبان متكسره، يعني ازاي ده كله حصل؟ وهنا ماشيين في قلب المستشفى ديت، كل خطوة من رجلنا بتسمع في كل حتة في المستشفى. فجأة مرة واحدة واحنا ماشيين، الكشاف اللي كان مصطفى ماسكه في ايديه طفى. الكشاف ده طفى ثانية واحدة ورجع تاني، وأول ما اشتغل جاب شخص اللي أنا مش عارف والله ده شخص ولا واحدة هي اللي واقفة، أنا مش عارف. وفي شخص واقف دلوقتي لابس هدوم ممرض قديمة، واقف في آخر الممر اللي احنا كنا واقفين فيه. أنا أول ما شفت المنظر ده، يعني انا الواحد اتجمد في مكانه، بس في ثانيه الا ثانيه الشخص اللي كان واقف ده والحد اللي كان واقف ده اختفى، ولا كنا عارفين ده ظهر امتى ما كملش ثانيه واختفى على طول من قدامنا. كنا ماشيين لحد ما وصلنا عند اوضه معينه، ما كانتش اوضه، دي اوضه العمليات، كان مكتوب فوقيها غرفه العمليات رقم 13. ودي الاوضه الوحيده اللي في المستشفى يعني باين عليها اثار التدمير جامد، اثار حرقان جامده. انا اول ما جربت كده انا لسه هفتح الباب،
في صوت خبط او في صوت حد بيسحب حاجه من جوه. لو الصوت بيزيد، انا كنت متدور كده على مصطفى بن نصر، انت حد سمع اللي انا سامعه؟ قابلتهم هما الاتنين بيقولوا لي ايوه احنا سامعين. والصوت ده جاي، الصوت ده منين؟ ولا مين اصلا اللي جوه؟ انا لسه بقول لمحمود، يا محمود انت سامع اللي انا سامعه؟ لقيت محمود ساكت كده وما ردش عليا. فانا ببص عليه، انا لقيت محمود ظهره ليا اصلا ومش باصص لي، وباصص لاخر الممر اللي احنا واقفين فيه. وشه اصفر كده، الواد مرعوب من حاجه. انا اول ما لفيت عينيا ببص، في شخص يا جدعان لابس بالطو ابيض واقف في اخر الممر ده، وهدومه كلها دم، وملامح وشه اصلا مش باينه. احنا لما شفنا احنا المنظر ده قررنا نخرج من المكان على طول، من المكان بدون تفكير. يلا بينا نمشي من المكان على طول. اول ما اتحركنا من مكاننا، في حاجه غريبه يا جدعان، الباب اللي احنا دخلنا منه اصلا مش موجود، المكان بيغير نفسه. حتى احنا بنطلع من الممر بنلاقي نفسنا في نفس الممر برضه تاني، بنرجع في نفس المكان تاني. المكان نفسه اللي احنا واقفين فيه مش عايز يخرجنا منه. انت زي ما تقول احنا اتحبسنا في المكان ده خلاص. وفجأة واحنا واقفين، اسمع لك صوت عربية اسعاف لسه داخلة المستشفى. مرة واحدة نور المستشفى كله يرجع تاني يشتغل، في صوت سراير قاعدة بتتحرك، وصوت أطفال صغيرين جايين من القسم بتاع الحضانات. يعني الموضوع كان مرعب، صوت ضحك عيال صغيرة جايين من القسم ده. في باب كده يتفتح لوحده يكون جاي من عنده الصوت، واحنا مش عايزين نخش بس احنا مضطرين، ان مفيش غير الباب ده اصلا، واحنا عايزين نخرج من المستشفى ديت. احنا اول ما دخلنا من الباب ده، الباب اللي هو بتاع الحضانة ده، باب يعني الأوضة من جوه كلها لعب، كلها لعب أطفال صغيرة، مفيش حاجة تخوف. بس المرعب أكتر إن إحنا لما كملنا مشي، أنا لاحظت فيها حاجة غريبة، اللعب كلها عيونها بحالها علينا إحنا. مرة واحدة اللعب دي تلف راسها وتكون بصانا. إحنا الدم اتجمد في عروقنا، يعني بقينا واقفين مش عارفين نعمل إيه، إزاي شوية لعب لفت رص علينا وبقت بصلنا. في اللحظة ديت نور المستشفى كله طفى، ولما رجع تاني كنت أنا ومصطفى بس. محمود راح فين محدش عارف. أسمع لك صوت حد بينده من بره الأوضة ديت بيقول الحقوني، وده كان صوت محمود. إحنا اتحركنا جري أنا ومصطفى لحد ما وصلنا لمصدر الصوت، وكل ما نجرب الصوت بيبعد، كل ما نجرب الصوت بيبعد، لحد ما وصلنا عند منطقة معينة في المستشفى. ودي اصلا اللي انا كنت خايف منها، وكنت يعني اتمنى ان احنا ما نوصلهاش. الثلاجه بتاعت الميادين اللي في المستشفى وصلنا لها، والصوت محمود كان خارج منها. اول ما وصلنا وجينا واقفين جوه الثلاجه، الاقي لك بيبان الثلاجات كلها بتتفتح، وطلع من الناس الصناديق اللي كلها جثث ملفوفه بكفن، وبعدها بثواني الجثث دي يجي طالع منهم اشخاص عينهم حمرا وبص لنا. انا ومصطفى لسه هنجري، في طلعت من تحت السرير جت سحبه مصطفى على طول. مصطفى قاعد بيصرخ وبيحجم، وانا واقف مش قادر اعمل اي حاجه خالص. بعدها بشويه انا لقيت صوت مصطفى هدى، والصوت سكت خالص. انا خدتها جري وانا بعيط من كتر الخوف اللي الواحد فيه. وانا بجري انا شفت شخص كان واقف، انا طلعت جري على الشخص ده. اول ما قربت كده، ده اللي واقف ده محمود. لما عيني قربت اكتر، هو محمود اللي واقف، بس انا مش رايح يمه ولا جاي يمه. محمود رجليه مش لامسه الارض، وانا يا دوبك عشان عملت صوت ولف راسه عليا، عيني كلها سودا. انا خدتها جري، انا بقيت بجري في اي حته لحد ما وصلت عند اوضه معينه مكتوب فوقيها مكتب المدير، وجيت داخل جواه. اول ما دخلت الاوضه ديت لقيت فيه دفتر، بس الدفتر ده مش قديم، لا الدفتر ده لسه جديد، في حد لسه جايبه، دفتر جلد جديد. فانا مستغرب يعني، طب الدفتر ده جه منين وفي حد داخل جاب لنا هنا؟ فالموضوع الموضوع كان مرعب ويخوف. فانا مسكته كده وقعدت اجلب في صفحاته، معظم صفحاته فاضيه ما فيهاش كلام اصلا. وصلت عند صفحه معينه مكتوب فيها اي حد يدخل المستشفى ديت الارواح بتختاره،
والباقي بيفضل يلف لحد الدور ما يجي عليه. انا ما فهمتش المكتوب ولسه هقفل الدفتر، في ورقة لوحدها كده كتب عليها الضيف الجديد حمزة. انا اول ما شفت كده رفعت عينيا ببص حواليا. الاوضه اللي انا دخلتها ما كانش فيها اي حاجه، دلوقتي الاوضه دي كلها وشوش وبصالي. انا كنت هتجنن من كتر الرعب اللي انا فيه. انا كان ورايا انا كان ورايا شباك، انا جيت كسر الشباك ده وجيت نطت منه. انا ساعتها جيت واقع على الارض ورجليا دي مش قادره تشيلني. وساعتها اتاكدت ان انا قاعد دخلت جوه المستشفى ده وقعدت ياما. الوقت جواها عدى طيران، لدرجه ان يعني الضوء بتاع النهار كان لسه بيبتدي يطلع. انا بقيت اقوم امشي مش قادر امشي على رجلي من كتر الوجع. انا حرفيا نطيت من الشباك بالدور الاول، ايوه الدور الاول، الدور الاول من المستشفى، او انا رجلي مش قادره تشيلني. حد لا مش مصدق يعني ده كان حقيقه ولا ده كان حلم اللي حصل معايا جوه المستشفى دي. بعدها باسبوع بالظبط، بعد الحادثه دي ما حصلت معانا، الشرطه بقت بتيجي كل يوم تعمل تفتيش في المكان. ولا لقوا جثث، ولا لقوا اثار دم، ولا لقوا اي حاجه خالص بمصطفى ومحمود. يعني يا جدعان الموضوع كان مرعب بجد. الحالات دي راحت فين محدش عارف. الشرطة قلبت المستشفى بحالها، وعملوا دوريات وناس بتقعد قدام المستشفى عشان لو حصل أي حاجة. إحنا كنا عايشين في رعب. وفي ليلة يا جدعان جت عليا وأنا نايم، اسمع لك صوت خبط كان جاي على باب شقتي. والساعة ساعتها كانت 2:30 الفجر. أنا أول ما قمت وبصيت كده، أنا ببص في التربة بتاعت الشقة بتاعتي، أنا اتجمدت في مكاني. مش خوفا ولا اي حاجه، لا، من اللي انا شايفه دلوقتي. انا فرحت في الاول، وبعد كده لما افتكرت اللي كان حاصل لي انا اتجمعت. يعني انا كنت هتشل من كتر الخوف اللي انا كنت فيه. مصطفى ومحمود واقفين قدامي اخر الممر اللي انا فيه، عيونهم كلها سودة ورجليهم مش لامسه الارض، وما قالوش غير كلمه واحده بس: لازم تيجي تعرف ايه الموجود في سراديب المستشفى.